عليكم. صاحي الصبح رقبتك بتوجعك، نايم بقى سواء نايم غلط او انت عندك اصلا انزلاق غضروفي في اي فقره من الفقرات السبعه دول، هقول لك على حل سهل جدا 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 وروشته بسيطه جدا. وفي معظم الناس مش عايزينك تعرف العلاج عشان تروح تكشف. والله هقول لكم بكل امانه بيحصل ايه. بصوا يا جماعه، احيانا بيبقى بسبب النوم غلط. انت المسافه من هنا لحد هنا، المسافه دي تبقى من 11 ل 16 سم تقريبا، بتختلف من شخص لاخر. طيب احيانا انت بتنام على مخده عاليه فبتعمل رقبتك كده، او بتنام على مخده واطيه او بتعمل رقبتك كده، او بتنام على وشك وتقوم عامل رقبتك كده فتبقى نايم عامل كده، فنايم على جنب واحد، فتيجي تصحى الصبح من النوم تلاقي رقبتك ولا عارفه تلف شمال او بتلف اتجاه واحد ومش عارفه تلف الاتجاه الثاني، بتجيب اتجاه كده ومش قادره. طيب الصح اعمل ايه؟ سواء انت عندك انزلاق غضروفي او عندك الاعراض دي، ده معناه ان حضرتك اتمزقت، ده معناه ان اتمزقت، فلازم نريحها. ناخد حاجه مضاد للالتهاب، وناخد حاجه ريلاكس تعمل ريلاكس للماسلز دي او العضلات دي كلها، زي حاجه اسمها دمره اللي انت شايفها دي، ده ممتاز جدا. ماشي، ناخد منه حبايه قبل النوم. طيب وحاجه تانية اسمها سولفاج، ده مرهم ندهنه 3 مرات في اليوم، مره الصبح مره بعد العصر مره بعد العشاء، ده مفيد جدا. بعد كده نبدا نتعالج ونروح عند دكتور يعالجنا لو انا عندي انزلاق. بعد 3 ايام هتلاقي الالم بتاع الرقبه ده خف جدا. طب ده ينطبق على الاثنين؟ ينطبق على الاثنين، اللي عنده انزلاق او اللي عنده مزق بسبب النوم غلط، بسبب انه مشغل المكيف او مشغل اي حاجه او مروحه متسلطه على المنطقه دي، او نام نومه غلط والكلام ده كله. اني احبكم في الله، شير المعلومه لوجه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.